أهلا بكم من جديد. الفنانة المغربية دنيا باطمة تجد نفسها في آخر المطاف خلف أسوار السجن. كيف ذلك وماذا جرى؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، ومرحبا بالجميع. الفنانة دنيا باطمة فنانة مغربية من مواليد 23 أبريل 1991، يعني العمر ديالها الحالي حوالي 32 سنة. الفنانة هي مغربية بنت الحي المحمدي كما هو معروف، وتنحدر من عائلة عريقة جدا، عائلة فنية كبيرة، عائلة باطمة الفنية المعروفة بالمغرب. هي بنت حميد باطمة، عضو ديال مجموعة مسناوة، وكان من المؤسسين وكيعزف على آلة الدف البندير يعني الإيقاع، ثم انتقل بعد ذلك ليعزز صفوف ناس الغيوان عازفا على آلة الهجهوج. عائلة باطمة أيضا عرفت بالعربي باطمة، رائد ومؤسس مجموعة ناس الغيوان وملك الموال في المغرب، وبأغانيه المشهورة وصوته الجوهري. أيضا محمد باطمة عضو فرقة المشاهب، صاحب الصوت الجوهري أيضا والموال، ومال قلتتنا ما بغات تروى، موال مجموعة المشاهب. أيضا رشيد باطمة العنصر الذي عوض غياب العربي في مجموعة ناس الغيوان، ثم حسن باطمة الكاتب والزجال. أيضا هذه هذه الرموز نبات تقع عنهم فنانون آخرون، فنانون يعني بتميز، كطارق باطمة ابن سي محمد باطمة، وحسناء، وابنة رشيد باطمة لا يحضرني اسمها، وأيضا دنيا باطمة ابنة حميد باطمة التي هي موضوعنا اليوم. انطلقت دنيا باطمة كما هو معروف من برنامج استوديو دوزام، يعني واكتشفها الجمهور قبل انها تقصى في الادوار الاقصائيه ديال هذه المسابقه، وخرجت منها بواحد الخصام وواحد يعني سوء تفاهم مع الفنان الدرهم ديال جيل جلاله اللي كان في لو جيري انذاك. انطلقت دنيا باطمة في يعني في واحد مرحلة ديال البحث عن الذات باش تبرز ديك الطاقات ديالها، وفعلا شاركت في برنامج أرب ايدول وبينت يعني واحد المستوى كبير، وتمكنات من احتلال المرتبة الثانية، ويعني النجوم كلهم أذهلوا بصوت وموهبة دنيا باطمة، حتى أن النجم اللبناني راغب علامة أطلق عليها الاسم ديال أميرة أرب ايدول. من هنا ستبدأ تجربة دنيا باطمة الغنائية، ويكتشفها الجمهور، حيث اكتسحت الساحة سواء بصوتها وأدائها وموهبتها أو بخصاماتها المتكررة، سواء مع النجمات المغربيات مثلا سلمى رشيد، ابتسام تيسكات، وآخرهم سعيدة شرف. على مستوى يعني التكوين نجد بأن الفنانة دنيا باطمة يعني على مستوى اللغات هي تتقن فقط اللغة العربية وبعض اللهجات الخليجية فقط. يعني هنا تيبان لك ان النجم، يعني القيمة ديال النجم راه لا تكتمل الا باكتمال جوانب اخرى اللي خصها تكون متوفرة في النجم، وان الغياب ديالها كيودي به المشاكل كثيرة. دنيا حصلت على وسام ملكي من درجة فارس في 2013، وحياتها الشخصية يعني كانت لها زواج مع رجل أعمال بحريني قبل أن يحصل
الطلاق. على المستوى الموسيقي تخصصت في الموسيقى العربية والخليجية والمغربية، ويعني الريبرتوار الفني ديالها رغم الموهبة ورغم جمالية الصوت، إلا أن الريبرتوار الفني يعني ما بقاش راسخ عند المتتبعين. أنا شخصيا لا أستحضر إلا واحد الأغنية سميتها مزيان واعر هكا. هذا هو يعني هذه هي دنيا باطمة على مستوى الإنتاجات في نظري، ولكن على مستوى الصوت وعلى مستوى الرنات والتموجات فكتبقى فنانة في المستوى، وفنانة ذات طاقات وموهبة عالية جدا. هاد الأيام سمعنا أن دنيا باطمة هي موضوع بحث ديال الشرطة بعد ما حكم عليها بسنة سجنا نافذا، بعد ما كانت المرحلة الابتدائية محكومة ب8 ديال الأشهر. فدنيا استأنفت، وبالتالي محكمة الاستئناف صدرت حكمها بالسجن النافذ لمدة سنة. فأصبحنا نسمع أن دنيا باطمة يعني هي موضوع بحث، وأن هناك تنسيق بين شرطة الدار البيضاء ومراكش من أجل توقيف يعني فنانة مشهورة. دنيا توارت عن الأنظار واختفت، يعني صار البحث عنها داخل مدينة مراكش وضواحي مدينة الدار البيضاء، لكن اتضح أنها كانت على علم أنها مطلوبة وأنها مبحوث عنها، فهي اختفت. ويروج أنها كانت مختفية بمنزل إحدى الصديقات ديالها، حيث قضت عندها الليلة قبل القبض عليها، لكنها يعني لم تجد بدا من تسليم نفسها. وهذا ما قامت به في الغد لتفتح الباب أمام الشرطة وتقوم بتسليم نفسها للعدالة. فماذا يعني كان السبب وراء هذا السيناريو الذي لم تكن تنتظره الفنانة المشهورة قط؟ الشق الثاني في القضية تظهر الفنانة سعيدة شرف، الفنانة المغربية من مواليد 1970، يعني حوالي 53 سنة، مغنية صحراوية من أبرز مطربات الموسيقى الصحراوية. هذه الفنانة اللي ازدادت بقلعة سراغنة معروفة أنها يعني تابعت الدراسة ديالها ديال الأدب العربي والعلوم الإنسانية، وأنها مارست يعني في واحد الوقت مارست الصحافة قبل أن يعني تتفرغ وتحترف الغناء، حيث يعني شاركت في مجموعة من المهرجانات ذات الصيت العربي والعالمي أيضا، وفنانة اللي حظيت يعني بتكريمات عديدة في المغرب أو خارجه. عندها واحد البالماريس مزيان، يعني ملي كتسمع الصوت ديال سعيدة شرف انك كتميزو وسط مئات الاصوات. كاين واحد الريبرتوار فيه مثلا اغاني نوترلون، اماني، ولد مو، يعني اغاني اللي تشهرت بها الفنانة سعيدة شرف. بالنسبة للحياة الخاصة ديالها معروف أنها كانت متزوجة قبل أن تتطلق وتتزوج من جديد. سعيدة شرف ما علاقتها بقضية دنيا باطمة؟ القضية ترجع حسب ما حكته الفنانة سعيدة شرف بعدما أحست أنها مستهدفة، وأن صورتها كتقاس من خلال يعني اختراق صفحاتها، وأنها بدات يعني يتم تشويه الصورة ديالها.
وحياة ديالها الخاصة اخترقت أيضا وأصبحت عرضة لابتزاز. فهي تقدمت لدى مصالح الشرطة بشكاية ضد هذا الحساب اللي كيروج هاد الأكاذيب وهاد الصور الخاصة وهاد يعني هاد الابتزاز حق الفنانة المغربية سعيدة شرف. وبعد ما النيابة العامة تحركات وكلفت يعني تكلفات الفرقة الوطنية أيضا اللي عملت لمدة طويلة لفك الشفرة ديال هذا الحساب وشكون هما الناس اللي من وراه، تم التوصل إلى أن هذا الحساب هو الاسم ديالو حساب حمزة مون بيبي، وأنه وراه بزاف ديال الناس ومنهم ناس مشهورين، والمساعي ديالهم يعني غير حميدة، فيها ابتزاز، فيها يعني تشويه صورة ديال الناس، فيها يعني بزاف ديال الأمور الخارجة عن القانون. ومن جملة هاد الناس اللي كانوا يعني ضمن حساب حمزة مون بيبي، ولو أنهم ماشي هما اللي نشأوا هاد الحساب، ولكن كانوا ناس اللي منخرطين ضمن هاد الحساب. كانت دنيا باطمة والأخت ديالها ابتسام تم الحكم عليها بسنة ونصف سجنا قبل ذلك، بالإضافة إلى المسمات سكينة غلامور. الفنانة سعيدة شرف عقدت واحد الندوة صحفية، يعني حضرتها الصحافة الإلكترونية يعني بكثافة، وأكدت وبينت خلال هذه الندوة أن هذا الحساب المذكور يعني دمرها نفسيا وجلب لها معاناة كبيرة داخل محيطها الأسري والأولاد ديالها، وبأنها هي لم تقدم شكاية يعني في حق دنيا باطمة مباشرة، بل أنها يعني تقدمت للمصالح يعني باش تبين بأنها مستهدفة وبأن الصورة ديالها مستهدفة، وبأن ما كان فقط بينه وبين الشرطة هو واحد المحضر ديال استماع فقط، وليس تقديم شكاية بشخص معين قبل أن يتم اكتشاف الحساب الذي يقوم بهذه الابتزازات وهذه يعني المساس بالأشخاص وبحياتهم الخاصة. حتى أن سعيدة شرف يعني أكدت أن لو أنها يعني مستعدة للتنازل عن الشكاية ديالها، هذه الشكاية اللي هي غير موجودة أصلا، لأنها لم تقدم هي شكاية، فقط كانت لدى المصالح ديال الشرطة من أجل الاستماع فقط لأقوالها يعني، وتم بالتالي كتابة واحد محضر ديال الاستماع بخصوص الوقائع. وقد نص منطوق الحكم على متابعة دنيا باطمة بما يلي: المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطرابات فيه وتغيير طرق معالجته، ثم بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية. أيضا بث وقائع كاذبة الهدف منها المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد، يعني بأن اللي في مواجهة دنيا باطمة ليس الفنانة سعيدة شرف فقط، بل هناك مجموعة من الأشخاص الذين لحقهم الأذى من هذا
الحساب الوهمي. إذن من هذا كله يتضح على أن بعض الأسئلة. أولا، واش الفنانة سعيدة شرف هي السبب الرئيسي في اعتقال دنيا فاطمة، أم أن هناك أشخاص آخرين وملفات أخرى؟ هذا السؤال لا يمكننا الجزم فيه من خلال الوقائع التي وصلت إلينا. لكن الخلاصات الآن، الخلاصات التي يمكننا أن نستنتجها من ما حصل للفنانة دنيا فاطمة، وانتقلت من عالم الأضواء والشهرة والغناء إلى ظلمات وأسوار وقضبان السجن، وهذا ما لا نتمناه لأي شخص كيفما كان نوعه. الخلاصات أن الخاسر الأول هو الفن المغربي. لماذا لم تركز مثلا دنيا فاطمة وسعيدة شرف على تنمية المجال الفني الوطني، من خلال مثلا تعاون فني بينهما أو دويطوات تجمعهما كفنانتين لهما معجبين كثر داخل المغرب؟ لماذا لا نجد ذلك التقدير والاحترام الذي نجده عند المشارقة؟ كيفاش كيكبروا بعضياتهم، كيفاش دائما كيوليو بعضياتهم بالإطراء المجاملات. كاين واحد الاحترام وواحد التقدير. شوف كيفاش كنسمعوهم يتحدثون مثلا عن محمد عبد الوهاب او عن ام كلثوم او عبد الحليم رغم انصرام هذه السنين. الخلاصة الثانية أنه لا يجب أن أضع يدي في من يدبر السوء للناس ومن يصنع الشر، لأنه طبعا سيقودني إلى طريقه، وبالتالي ستكلفني هذه الطريق ربما السجن. لكن هناك من ينظر الأمور بطريقة أخرى، تيقول هذا اللي يدبر السوء وتيصنع الشر علاش ما يكونش معايا، يكون عندي باش يفيدني، حيث اللهم يكون معايا ولا نتآدى انا منه. تيولي يخاف منه وتيمشي تيدخل معاه باش نستعملو باش نآدي وحدين اخرين. لا، هذا خصني ايفيتي كاتيغوريكمون، ما عندي ما ندير بيه. ايضا النصيحة الثالثة أو الخلاصة الثالثة، يجب أن تكون هناك حراسة ذاتية على كل ما نروجه في السوشيال ميديا. أي حاجة نحن نتحمل مسؤوليتها المباشرة، سواء أوديو، سواء تدوينة، سواء تصور واحد الناس بدون أخذ موافقة ديالهم، لأنه راه كاين واحد المكتب اللي يتابع كل صغيرة وكبيرة بهذا الشأن، هو مكتب مكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. الخلاصة أيضا أن التكوين الفني في واحد المستوى احترافي يجب أن يكون فيه تكامل ما بين الجانب الفني والمهني والجانب العلمي والثقافي والتواصلي والشخصي. أن هذه الأمور كلها الإنسان اللي محترف في واحد المجال خص يضرب ليها واحد الحساب. علاش كنلقاو دابا النجوم الكبار وراهم توتان ستاف، واحد المجموعة ديال الأشخاص كلها وفاش متخصص، هذا كيقول لها كيفاش تهضر، هذا يقول لها كيفاش تجاوب، هذا كيقول لي كيفاش تلبس، هذا كيقول لها كيفاش توقف. ماشي انت في النجومية وليتي
ديال الناس كاملين، وباقي باغي تقابل، وباقي باغي يعني السب والشتم يعني هذه بعض الخلاصات التي يمكننا أن نستخلصها من هذه النازلة التي مست الوسط الفني المغربي، والتي نتمنى أن لا تتكرر، ونستخلص منها كل الدروس النافعة. وإلى اللقاء.